مالكيش حاجه عندي، انت طلبتيها. تاخدي شنطه هدومك تطلعي بره. لا ثواني. ابنك مش هتشوفيه تاني. ايه؟ مش انت متجوزاه عشان خاطر فلوسي وعشان خاطر املاكي؟ لا يا محمد. لا، كنت غلطان، كان اختياري غلط يا بنت الاصول. اطلع بره. محمد اطلع افهمني. بره. شنطتك على بيت امك. يلا ورقتك هتوصل لك، واياكي تيجي لابنك تشوفيه. مع السلامه. انت ايه الاخبار؟ الحمد لله، شويه مشاكل بس في الشغل ان شاء الله تنتهي يعني. على خير يا رب. ايه التليفون ده يا ابني؟ لسه ايه ده؟ ما داخل. الو. خير. تقول ايه؟ ده امتى الكلام ده؟ سلام. في ايه؟ ايه؟ لا والله، ده تليفون كده. في ايه؟ ايه اللي حصل اصلا؟ لا، مدير الحسابات. ايوه تليفون من الشركه. ايوه. خير. مدير الحسابات بيقول لي امسكي نفسك بس كده. مش وقت هزار بقى. لا. امسك نفسي؟ مش بهزر والله، يعني كده يعني. مش بهزر على فكرة. الشركة تحجز عليها. ايه؟ والبيت. انت بتهزر اكيد. طب ليه؟ زي ما بكلمك كده، انا عارف ان انت اتصدمتي، بس ده مش بايديا. النصيبة اللي الشقة اللي احنا قاعدين فيها البنك هيجهز عليها، لازم نسيب الشقة دي خلال الاسبوع ده. شوفي بقى انت واختيارك. طب انت هتعمل ايه دلوقتي؟ العمل عمل ربنا يا ناهد. انت شايفه ايه؟ ما مفيش الا الحل بقى، المضطر يركب الصعب. نقعد في اوضه وصاله لحد ما ربنا يعدلها يا بنت إيه؟ الحلال، يا بنت الاصول. هو ايه اللي نقعد في اوضه وصاله؟ معلش انا ما اقعدش في اوضه وصاله. ما على قد عيشتنا دلوقتي، احنا نزلنا المستوى تحت الصفر. ولا انت ليكي يقول تاني؟ مش لازم الست تستحمل جوزها على المر قبل الحلوه؟ لا انا معلش ما استحملش. انا على المر انا استحملها ليه؟ انا استحملها ليه؟ اقعد في اوضه وصاله بعد ما كان عندي بيت وشقه 3 اوض وصاله وحمام ومطبخ؟ اقعد في اوضه، انا اوضه وصاله ليه؟ الظاهر ايه؟ لا ولا حاجه. انت عايزه ايه؟ انا ما كملش معاك على العيشه دي. عايزه ايه؟ كل واحد يروح لحاله. انا ما اعيش انا في اوضه وصاله، مش مقامي. كل واحد يروح لحالك، عشان بقول لك انا اكلها بدقه. تاكلها انت، انا ما اكلهاش بدقه. امال فين الكلام والشعر كلام. واللي انت كنت بتقوله لي؟ لسه ده انا اقف معاك، فاكره لما انت قلتها لي؟ محمد، ده انا ارجعي كده. ناهد، بالله عليكي خلي بالك من الولا. مش عارف كده قلبه مقبوض.
ليه خايف؟ البورصة والله داخل كده كام حاجة كده، فخايف اخسرها واخسر شركتي واخسر بيتي. لا ان شاء الله بهزر خير. طبعا، مفيش حاجة، بس افرضي يعني، افرض ايه؟ افرضي خسرنا ده. وايه يعني؟ ده لو عيش حاف، مش هقول لك ملح وعيش ودقه والكلام ده لو حاف هاكله. ربنا يخليك يا بنت الوصول. انا مجوزاك عشان املاكك، عشان فلوسك، اكون عايشه مرتاحه، مش اكلها بدقه، ولا اقعد في اوضه على السطوح، ولا اوضه وصاله. مش انا. تمام. تمام. يا بنت الوصول. اقول لك بقى، سيبك من الاسطوانه بتاع بنت الاصول وبنت اللي متربيه وتفهم. انا ما بفهمش. عندي ليك حاجة قد كده، وبعد كده هقول لك مع 1060 سلامة بالتلاتة، بس اسمعي. احسن برضه. مش ممكن تراجع نفسك وتندمي؟ انا اندم؟ اه. ليه ان شاء الله؟ ليه؟ اندم؟ بتقولي هقعدك في اوضه وصاله؟ اسمعي بقى. الو يا حبيبي، عامل ايه؟ بقول لك ايه، كنت محتاج منك خدمه كده لو ما فيهاش مضايقه يعني. خير يا حبيبي، كنت عايز اعمل في مراتي مقلب وكده، بس كانت عامله فيا مقلب قبل كده. هتتصل بيا وتقول لي اللي انت خسرت شركتك وبيتك هيتحجز عليه من البنك بسبب قرض انت خدته. نشوفها بقى هتعمل ايه، عشان كانت عامله حته مقلب فيا. ماشي؟ تسلم يا حبيبي، متحرمش منك، بس وانا قاعد معاها ترن عليا. تمام؟ انا دلوقتي ايه بالظبط 3 دقايق ورن عليا، انا لسه واصل البيت. الشركة تمام؟ ما شاء الله، مكسب زيادة. لا برافو عليك، هرقيك، اعتبر نفسك هتمسك مدير الحسابات. سلام يا حبيبي، متأخرش عليا. سلام. ايه؟ يعني ايه؟